كيف تسبب الهجوم اليمني في إسقاط الطائرة الأمريكية F-18؟ تابعوا معي لتفهموا تفاصيل هذا المشهد. بينما كانت القوات الأمريكية تستعد لتنفيذ هجوم جوي واسع النطاق على اليمن، تمكن الجيش اليمني من استغلال الثغرات في دفاعات العدو، ما أدى إلى إفشال الهجوم وخلق فوضى في صفوف القوات المعتدية. استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وتحليل تكتيكي محكم، قام الجيش اليمني بهجوم مضاد مفاجئ باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة، ما أربك القوات الأمريكية ودفعها إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية كارثية، مثل إسقاط الطائرة الأمريكية F-18 عن طريق الخطأ. كيف حدث ذلك؟ في سيناريو عملية الاشتباك كان الوضع على النحو التالي: القوات الأمريكية كانت تستعد لشن هجوم جوي واسع النطاق على اليمن باستخدام طائرات حربية متطورة انطلقت من حاملة الطائرات USS هاري ترومان والمدمرات المرافقة لها. في هذا السياق كانت الدفاعات الأمريكية تقوم بإغلاق أنظمة الرادار المؤقتة كإجراء احترازي لتجنب التعرف الخاطئ على الطائرات الصديقة، وهذا الإجراء كان يهدف إلى تسهيل تحديد الأهداف المعادية أثناء العمليات الجوية، وهو بروتوكول عسكري متبع عند تنفيذ مثل هذه العمليات. في الوقت نفسه كانت القيادة العسكرية اليمنية قد راقبت تحركات العدو ودرست خطط الهجوم الجوي الأمريكي بدقة متناهية، وتمكنت من تحديد الوقت المثالي لتنفيذ هجوم مضاد في اللحظة التي كان العدو ينفذ فيها الهجوم الجوي. وبسبب إغلاق الرادارات والضغوط الناجمة عن التحضير للهجوم الواسع، استغل الجيش اليمني هذا الموقف ونفذ هجوما متزامنا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة. الهجوم الجوي اليمني كان مباغتا وفي توقيت حرج، حيث هاجمت الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة الأهداف الأمريكية في البحر من عدة اتجاهات وبسرعة، ما أربك الدفاعات الجوية الأمريكية. في الوقت نفسه كانت إحدى المدمرات الأمريكية مشغولة بتأمين الهجوم الجوي الأمريكي الذي ينفذ فوق اليمن، ما جعلها تتعامل مع تهديدات متزامنة. أثناء التصدي للهجوم وفي ظل حالة الفوضى والإرباك التي تسبب بها الهجوم اليمني بالتزامن مع عودة الطائرة الأمريكية F-18، كانت إحدى المدمرات الأمريكية التي تحمل اسم USS جيتسبرج قد أخطأت في تصنيف هدف الطائرة على أنها طائرة معادية بسبب الفوضى الناجمة عن الاشتباك مع الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة. تم إطلاق الصواريخ على الطائرة الأمريكية وتم إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد من قبل المدمرة الأمريكية. الهجوم اليمني لم يكن مجرد رد دفاعي، بل كان عملية هجومية استهدفت إحداث فوضى في صفوف العدو، وتمكنت من استغلال الثغرات في الإجراءات الدفاعية الأمريكية، ما أسفر عن تدمير طائرة صديقة وإفشال الهجوم الجوي الأمريكي. علاوة على ذلك فإن الهجوم اليمني باستخدام 8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة كان بمثابة عملية تكتيكية مدروسة بعناية. التوقيت المتزامن مع الهجوم الجوي الأمريكي أحدث فوضى في صفوف القوات المهاجمة، ما أدى إلى اختلال في التنسيق العملياتي ووقوع حادثة غير مسبوقة تمثلت في إسقاط مدمرة أمريكية لطائرة F-18. هذه العملية أثبتت قدرة اليمنيين على التشويش أو التحايل على أنظمة تحديد الهوية الذاتية للطائرات، ما أدى إلى تصنيف الطائرة الصديقة كهدف معاد، وهو إنجاز يعكس تطورا في تقنيات الحرب الإلكترونية أو فهما عميقا لسلوك الأنظمة الدفاعية الأمريكية. كما أن هذا الهجوم المكثف أدى إلى إجبار حاملة الطائرات USS هاري ترومان على الانسحاب شمالا نحو المياه الدولية بعد تعرضها لأضرار. هذا يعني أن القوات اليمنية لم تكتفي بإرباك الدفاعات، بل كانت قادرة على توجيه ضربات مؤثرة على هدف بحري استراتيجي بهذا الحجم. ما حدث لا يقتصر على كونه نجاحا تكتيكيا فحسب، بل يحمل أبعادا استراتيجية وسياسية وعسكرية عميقة، لأن هذه العملية أظهرت ضعفا في القدرة الأمريكية والبريطانية على حماية وحداتها القتالية في مواجهة خصم يعتمد على استراتيجيات غير تقليدية، كما أنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن أي عدوان على اليمن لن يمر بدون رد، وأن القوات اليمنية أصبحت قادرة على ضرب أهداف حساسة على مستوى عال من التعقيد. في مارس من العام 2024 إذا كنتم تتذكرون، كان السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى قد نشر تغريدة على حسابه في منصة إكس بأن الجيش اليمني يعلم بالثغرات التي يمكنه استغلالها بالتزامن
مع إقلاع وهبوط الطائرات الأمريكية المتواجدة على البارجات وحاملات الطائرات، بل ونصح الأمريكيين بإصدار قرار بعدم الإقلاع. هذا التصريح يحمل علاقة مباشرة بالعملية العسكرية الأخيرة التي حدثت ضد القوات الأمريكية في البحر الأحمر، ويشير إلى فطنة القوات المسلحة اليمنية لاستثمار نقاط الضعف التكتيكية للعدو الأمريكي. في النهاية الجيش اليمني استغل هذه الفجوة بشكل ذكي جدا، وبدلا من الهجوم التقليدي أو الرد المباشر على الضربات الجوية، اختار اليمنيون توقيتا مثاليا للقيام بهجوم متزامن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ مجنحة. هذا الهجوم جاء فجأة وبقوة كبيرة، ما أربك الدفاعات الأمريكية وجعلها تواجه تهديدات متعددة في وقت واحد ومن جهات مختلفة. الأهم من ذلك أن الهجوم اليمني تزامن مع اللحظة التي كانت فيها الدفاعات الجوية الأمريكية مشغولة بتأمين الهجوم الجوي الخاص بها، ما جعلها أقل قدرة على التعامل مع الهجمات اليمنية، وأفقدها القدرة على عدم التمييز بين الأهداف.